السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدني الحقيقة في هذه اللحظة أن أبارك لابن الخال العريس وليد بن خليفة الجاسم بمناسبة عقد نكاحه. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك في حياتك إن شاء الله ويعقبالك يا رب. الله يسلمك. عريسنا وليد، ممكن تصف لي شعورك في هذه المناسبة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. بداية صراحة أشكر وأهني من لب مناسبتي هذه العزيزة والفرحة يعني المميزة عندي بالنسبة لي، وأقول إن شاء الله الفال لهم يوم. الله يسلمك. نصيحة تقدمها للشباب العزابية على المبادرة بالزواج. والله أنصحهم أول شيء أنهم هذا الزواج هو نصف دينهم، وصراحة الزواج يعني راحة نفسية، ويعني حياة صراحة يعني صراحة ما توصف يعني. وبرضه سبحان الله يعني الواحد لنوى في داخل على الزواج يشترط كل الأمور يعني. أكيد بعد الاتكال على الله والنوايا الحسنة، وصراحة يعني يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ويا رب يوفق الجميع إن شاء الله. طيب في هذه المناسبة وفي هذه الليلة السعيدة 3 وردات لمن تهديها؟ والله أول وردة أحب أهديها لأمي العزيزة الغالية علي، وثاني وردة لوالدي العزيز. ثالث وردة طبعا لازم يكون لها طابع خاص. طبعا أكيد الوردة الخاصة لزوجتي الغالية، وأقول لها ألف مبروك إن شاء الله، وحياة سعيدة يا رب. مبروك ألف مبروك، وعقبال ما نفرح بزواجك قريبا. آمين يا رب الجميع إن شاء الله. شاكر لك، الله يذكرك.